تمكن الاتحاد الفلسطيني من الحصول على موافقة الاتحاد الدولي للتايكوندو لاحتضان البطولة الدولية الأولى، وذلك بعد أن تمكن الاتحاد الفلسطيني من تحقيق إنجازات غير مسبوقة والقفز باللعبة إلى مراكز متقدمة، خاصة أن فلسطين أصبحت ضمن 25 دولة على مستوى العالم مصنفة ضمن تصنيف G1. أولا هذا حدث أول مرة في الألعاب الفردية إحنا بنستضيف بطولة فيها تصنيف ومعترف فيها دوليا، بطولة رسمية في لعبة التايكوندو اللي اليوم هي يعني من الألعاب الفردية الشعبية واللي نشرها وتطويرها غير مكلف. هاي قد تكون رسالة لشبابنا ولصبايانا إنهم يهتموا باللعبة، وللقائمين على اللعبة إنهم كمان يوسعوا فرجارهم ويعملوا على نشر اللعبة على مستوى الوطن. اختيار دولة فلسطين لاستضافة البطولة الدولية إنجاز يضع فلسطين على الخارطة الرياضية في العالم، ورسالة للعالم بأن فلسطين بلد السلام، وبات عليه الإيفاء بالتزاماته وتعهداته لمنح فلسطين الحرية والاستقلال والتحرر من الاحتلال. فلسطين بنستضيف حدث دولي مهم جدا في رياضة تايكوندو، بنستضيف بطولة تايكوندو مصنفة في الاتحاد الدولي تصنيف G1. كل لاعب بيشارك في البطولة بيحصل على نقاط، هاي النقاط تعطيه مراتب متقدمة في التصنيف الدولي، والحقيقة أنه هذا يعني حدث نفخر فيه سواء كان رياضيا أو سياسيا أو اجتماعيا، لأنه يعني إحنا الدولة الثالثة عربيا فقط اللي تستضيف دول من تصنيف بطولات من تصنيف G1. يذكر أن أكثر من 350 لاعبا ولاعبة سيشاركون في بطولة فلسطين ممثلين 13 دولة، كما ستحظى البطولة بحضور شخصيات دولية رسمية. لتلفزيون القدس من مدينة رام الله، رباع عياش.